السلام عليكم. أثبتت الكرة العربية جدارتها باليومين الماضيين، وتأكد أن فعلا الكرة والاحتراف والرغبة بالفوز والروح العالية والمعنوية الكبيرة تقف أمام فرق كبيرة لها تاريخها. وسبق ورشحنا إحنا منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية في إنها راح يكونون اللي يوصلون للنهائي، لكن ظهرت منتخباتنا العربية وبالأخص المنتخب العراقي عندما تقدم وفاز على المنتخب الياباني صاحب التاريخ نقول الكبير في كأس العالم في السنوات الأخيرة. واليوم يقدر المنتخب الأردني أنه يهز المنتخب الكوري الجنوبي ويضعه في دائرة استفهام، لكن أنقذ نفسه في الدقائق الأخيرة بالتعادل. المنتخب البحريني لعب بجدارة وبحماس، لكنه يحتاج كذلك إلى ممارسة ومباريات كثيرة للاستعداد للبطولات القادمة. لكن الكرة العربية أثبتت جدارتها، وأثبتوا اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية أنهم فعلا يرغبون في تحقيق الفوز، والفوز يأتي بالروح والقتال داخل الملعب والصبر والخبرة والحكمة والحنكة وأمور كثيرة. طالما هناك في رجال وراء هذا الفرق والمنتخبات، أنا أعتقد أن بلا شك راح تحقق نتائج